السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل احلى كاتشب في البيت. والله طعمه مش بيفرق خالص خالص عن بره. انا كنت عاملة بيتزا قبل الفيديو ده، فايه رأيكم بقى نعمل شوية الكاتشب دول علشان نحطهم على احلى بيتزا في الدنيا. الكاتشب ده مش هتفرقيه ابدا ابدا عن الكاتشب اللي بتجيبيه من بره. جربي كده واعمليه مرة، مش هتبطلي تعمليه. انا معايا هنا كيلو من الطماطم، ده مضروب في الخلاط. طبعا الصلصة بتاعت الكاتشب لازم تتصفى من بمصفى ضيقة كده، ضروري يعني. بصي لحد ما تبقى عاملة ازاي. معايا هنا نص كوباية من السكر، هدوبها في الصلصة بتاعتي. بصي بقى معايا هنا مكون محدش عارفه خالص. المكون ده لو جربتي تعملي بيه الكاتشب والله مش هتبطلي تعملي كده ابدا. ايه ده بقى؟ ده شوربة دسمة، لازم تبقى دسمة. ولو شوربة خفيفة ما تحطهاش، مش هيبقى ليها لازمة. انا كان عندي هنا شوية شوربة دسمة جدا، كنت عاملاها لحاجة معينة يعني، وشلت منها النص كوباية دي عشان اعمل بيها الكاتشب. جربي تعملي الكاتشب بالطريقة دي هتعجبك قوي. نص كوباية شوربة دسمة، فراخ او لحمة مش مهم. حطيتها فوق الصلصة ورفعتها على النار. انا عايزاها تغلي، عبال ما ادوب هنا معلقتين كبار من النشا. هدوبهم في شوية مية، حوالي نص كوباية مية يدوب يعني يدوبوا. بصي مجرد ما دابوا والصلصة بتاعتي كانت قربت تسخن، هفضي النشا بتاعي، وطبعا ايدي هتبقى فيه لحد ما يلف معايا. احلى كاتشب هتاكليه في الدنيا. طبعا هو لونه بيغير في الاول بس كده علشان النشا لسه ناي، بس لما النشا يستوى لونه بيخلص خالص. بصي اول ما بقبقت كده خلاص تعرفي ان كده استوت. انا كده طفيت النار خالص وحطيت كوباية من الخل. لازم الخل بتاعك يكون نوعه كويس عشان يديكي نفس طعم الكاتشب بتاع بره. والله كاتشب جميل جدا وغني جدا. وتعرفي ازاي الكاتشب بتاعك استوى؟ هوريكي طريقة ازاي تعرفي. انا معايا هنا معلقة كبيرة من الزعتر، ومعايا بابريكا، ومعايا رشة صغيرة قوي من الفلفل الاسمر، ومعايا رشة صغيرة من الشطة. وده اختياري يعني، لو حابة تحطيها حطيها، مش حابة خلاص. انا كاتبة المقادير كلها عشان منساش حاجة. وطبعا الملح بتاعي. بس هتقلبيها بقى كلها في قلب الصلصة، او هو مبقاش كاتشب، احنا كده خلصنا وبقى اسمه آه، كاتشب، يعني ما بقى الصلصة خلاص. احنا هنا كنا طفينا النار على فكرة. انا حطيت كمان شوية توم باودر. بصي دي الطريقة اللي تعرفي بيها وتتأكدي ان الكاتشب بتاعك خلاص استوى. لما تطلعي المعلقة او الاسباتيولا كده وتمسحيها وتفضل الخط محطوط موجود، تعرفي ان هو استوى. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا احلى من كده كمان. اشوفكم على خير فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.